أيها الأخ المحفوظ، يا إخوة الإرادة، باسم الإخوة من عائلة الشيخ أحمد بمبة الذي أقول: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. أيها الإخوة، عام أول تحدثنا عن ليلة القدر وعن خصائصها، والعام أود إن وفقني الله إليه ووافقتموني عليه أن يكون الحديث حول شهر رمضان الذي فيه هذه الليلة، وعن القرآن الذي أنزل في هذا الشهر وفي نفس هذه الليلة، وعن شيخنا الخديم جامع مزايا هذه الليلة وهذا الكتاب في هذا الشهر، القائل: اللهم اجعل بقية مكثي في الدنيا كليلة القدر في البركة. والقائل أيضا: ضم كتابتي ليوم بدر جاعل عمري كليالي القدر. والقائل: يا شهر رب كريم فيك جادلنا بليلة القدر ذات الفضل والرغد، لاشهد بأخذي كتاب الله فيك هنا إلى ارتحالي يوم السبت والأحد. إن شيخنا الخديم في خدمته لله وللرسول جاهد وبايع بما لم يسبق فيه، وقاسى وكابد وعانى في سبيل ذلك ما لا يحيطه العقل في بوتقة الخيال ولا يدركه بمرآة التصور، ابتداء من عام جيشش إلى عام جمشش. وفي هذا يقول: جذبني الجليل عام جيشش وقادني بجذبه لكسش، قادني الجميل عام كسش وكمل الجليل عام أكسش، وكان للكريم عام أكسش مع الجليل لابتداء بكسش. جذبني الأحد عام أكسش وقادني بفضله للسش، جذبني الأكرم عام ألسش وقاد لي كرمه في مسش، أجابني المجيب عام أمسش وقاد لي جزاءه في جمسش. وعندما قبل منه الله تبارك وتعالى ورسوله هذه الخدمة، بدأ شيخنا يتلقى الأجر والثواب والجزاء من لدن ربه ومن عند مخدومه صلى الله عليه وسلم، يقود للأجر بلا ميزان من جنده بشرهم ميزان. من الخديم إلى المخدوم ميزان، لا ينتحي أجره كيل وميزان. ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء، والوعد لي في رمضان نجزا. ولم يكن شهر رمضان وحده هو الذي شهد لشيخنا بهذا الفضل العظيم، بل أصبح كل شهر من شهور السنة ينفرد لهذا الشيخ بخصوصات واختصاصات. نفى لغيري أذى محرم، بشرني بغير تخويف صفر، يحمي جهاتي بالمنى ربيع، يقود لي بلا أذى ربيع. نفت لغيري الأذى جمادا، إلى سواي زحزحت جمادا، مد رضا لي بلا سخط رجب. حزت هبات الله في شعبان، قاد لي القرآن شهر رمضان،
ملكني الملك في شوال، دعاني الإكرام في ذي القعدة، إلي قاد البشر في ذي الحجة. وابتداء من هذه الساعة فقد بدأ شيخنا يستغل هذا الأجر الكبير وهذا الفضل العظيم في منفعة أمة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، واستخرج لهم من كنوز القرآن وبركاته ما قد بلغ الحد الأقصى أو الرقم فوق القياس. وفيه يقول: كتاب ربي إنك الكتاب، وفيك قال ذلك الكتاب، زنت مكاتيب لوجه منزلك بك، ووزني للجنان ينسلك. زنت مكاتيب غدت وديعة، لعرشه بحورها بديعة. زنت مكاتيب تدوم راصدة كل عدو، وجه ربي قاصدة. زنت مكاتيب تدور بين العرش والكرسي، تمحو المينا. وقد أعد شيخنا لهذا العمل الإسلامي الكبير بما لم يتوصل إليه حتى الآن علماء كنذرال ويسكن من محطات للتوجيه ومنصات للإطلاق ومراكب عبر القرآن نورانية. أنت الحكيم ليكون رحلا ومركبا بكن يقين الوحلا، هب لي سفينة بكن للجنة. إليك يا رب البرايا خطي، يا من بمدك أرحت مطي. نفعتني بالمد قبل المط، وقدت لي فوق المنى في الخط. بالطي والجذب هب لي سؤل دون عنا، يا من كفاني عدوا كاد يخزيني. وهكذا استمر شيخنا في رحلته الميمونة عبر القرآن وبمراكب وسفن ودواب نورانية صنعت من القرآن، وأصبح يراقب الله ورسوله عن كثب في كل مقام وفي كل تجلي، حتى نودي من مكان قريب: اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك. وعندئذ توجه شيخنا بكليته وكيفيته شاكرا الله تبارك وتعالى قائلا: ضفتك يا كريم بشر القرى، ضفتك يا كريم عجل القرى، وبي يا معيد بشر القرى. اجعل رجوعي إلى قومي سعادتنا، اجعل رجوعي إلى قومي سعادتنا، ولتكفنا يوم جمع الخلق نيرانا. هكذا أيها الإخوة، هذا هو شهر رمضان، وهذه هي ليلة القدر، وهذا هو كتاب الله القرآن، وهذا كلام شيخنا، وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن، إنه تنزيل من رب العالمين. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. وهذا ما تمكن لشيخنا من أن يفعله من خلال الكتاب في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.